وكده عملنا مع بعض احلى كوسة زي ما انتم شايفين كده باللحمة، ما شاء الله تسبيكة زي الفل. والكوسة طعمها جميل واللحمة مستوية مهرية. وكده خلصنا الغدا بتاعنا النهاردة. غدا عادي خالص، غدا المصريين كلهم، بس اللحمة استوت زيادة شوية. ومعانا هنا طبق الرز ابو شعرية الجميل ده. ماشي، شايفين الرز عامل ازاي؟ تحفة. كده هناخد بقى قطعة لحمة كده ونجرب. بصوا اللحمة عاملة ازاي، ما شاء الله، مش مستحملة. كده اهو وناكل. طب انا جعانة اصلا، هعمل ايه طيب؟ ممكن اقول لكم السلام عليكم. قبل ما اقول السلام عليكم عايزة اقول لكم متشكرين قوي على التعليقات الجميلة اللي بتوصل لي، والله بتشجعوني والقناة حقيقي بتكبر بيكم. ألف شكر. وكده ما تنسونيش بقى في اللايك والتعليق الحلو كده، عشان ده بيفرحني وبيسعدني جدا. واقول لكم السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض غدا كده بسيط، وغدا البيت المصري. هنعمل مع بعض ايه؟ كوسة ولحمة ورز ان شاء الله. انا عندي هنا بصلة كبيرة فرماها ونزلت عليها بمعلقة سمنة او اي مادة دهنية انت عايزة. بقلب البصلة كده هنزل بشوية كزبرة عندي لحمة مسلوقة بنزل عليها في البصلة. هنزل دلوقتي بالطماطم. هسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض. كده بقى الصلصة لسه ما استبكتش، بس انا شلت منها اللحمة عشان خاطر اللحمة طارت زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الحتت دي؟ انا شلتها لغاية ما تستبك واجي احط الكوسة. كده بقى الصلصة اتسبكت. معايا هنا بقى الكوسة زي ما انتوا شايفين كده، مقشراها وغسلها كويس قوي. احطها بقى على الصلصة. هي الكوسة بتنزل ميتها، فانا هقلبها واسيبها شوية، مش هزودها شوربة دلوقتي، عشان حتى تستبك شوية مع الصلصة. كده بقى انا هحط فص توم، فص واحد بس بيديها ريحة حلوة اوي. واحط التوابل اللي هي شطة وملح وبابريكا وفلفل اسود، واحط جنزبيل عشان نسيت احطه في الطبق. احط
بقى رشه جمبري كده. اسيبها بقى مع نفسها كده واغطي عليها. دي اهم حته في طبيخ الكوسه، ان انت متحطيش الشوربه عليها على طول، سيبيها تستبك شويه مع السلطه وهي كده كده بتنزل ميتها، بس وطي عليها خالص. كده بقى معانا الكوسه زي ما انتم شايفين كده اتسبكت وتقريبا استوت. هنزل عليها بالشوربه بس مش كتير برضه. كده بقى بعد ما الكوسة اتسبكت مع نفسها ودخلت على سوا، انما هنا كم قرن فلفل كده هحطهم فيها، انا بحب الفلفل قوي. وكده خلاص هنزل بقى باللحمة واسيبها بقى تكمل السوا بتاعها مع الفلفل واللحمة. كده الكوسة خلصت معانا ما شاء الله، شايفين استبكت كده واستوت كويس قوي. هنطفي عليها بقى ونحطها في طبق التقديم. والفلفل بقى اللي انا حاطاه مديها طعم كده حامي شويه ومخلي شكلها تحفه. وكده عملنا مع بعض احلى طبق كوسه باللحمه والفلفل الحامي، حاجه كده روعه تجنن، اكل شعبي خالص، اكلنا بالمصري. كده الفيديو معانا خلص، يا رب يكون نال اعجابكم. ولو عايزين تكملوا الفيديو ارجعوا للقناه. وزي ما انتوا شايفين كده عاملين معاه رز بشعرية، احلى رز بشعرية. وعملنا كده خدنا حتة لحمة كده وحطيناها وقرن فلفل زي ما انتوا شايفين كده. بص اللحمة بقى ما شاء الله مستوية خالص، وبنعمل كده وناكل ما شاء الله. الف هنا وشفا، اقول لكم السلام عليكم.